بعد ده كله بقى قال لها ايه؟ قال لها بصراحة انا مش عايز انك تضحي اكتر من كده معايا وعلشاني. انا واحد عندي ظروف، عشان كده انت تستاهلي حد احسن مني بكتير. لا علينا ولا ده احنا تهرينا والله. طبعا شموسة على عيننا وعلى راسنا، بس هنعمل نفسنا مش سامعينها. بعد ما ساق طوب الارض عليها علشان ياخد منها بس نظرة ابتسامة من بعيد واحبها، وفي قلبي ساكن حبها، يا ريت يا شوق توصل لها. بعد ما وصل لها عملت ايه؟ لسعتها على قفاها. الشوق لسعها على، انا لما اقول لكم ما تثقوش في حد بتكدبوني تقولي يا شيخ الدنيا مليانه امان. لا يا حبيبتي، الدنيا مليانه خوازيق والله. لو لمحت واحده في الشارع ماشيه مع واحد مأنججين ولا ماسكين بعض ما فيش في ايديهم دبله، هجيبها من شعرها اكلم اهلها اقول لهم تعالوا خدوا بنتكم وقتي من عندي. بعد بقى ما البيه عمل فيها دون جوان عصر وزمانه، والبت خلاص ما بقتش شايفه الا هو، واصحابها زنوا على ودنها عشان تكلمه وتديله ريق ويمكن يخطبك، اصل هو ناوي يخطب، اصل هو ناوي يتجوز، بعدين هو اكبر منك بكتير، يعني اكيد عنده شقه، يعني اكيد متجهز، يعني اكيد هيخطب على طول. وانت صدقتهم يا شاهي. وبعدين ولا حاجه، اديت له ريق، قالوا لي اصل ما فيش واحد هيخطب واحده كده على طول من غير ما يعرفها، فقلنا نتعرف يا بنت. وطبعا هي قعدت تكلمه شويه وتخرج معاه شويه بنيه ان هم يتعرفوا على بعض، وهي اخر سنه في المدرسه علشان بعد كده يروح يخطبها. جميل وكسه مش جميل. بعد كده فجاه بعد ما قال لها اوعي تثقي في حد غيري، انا بجد نفسي تثقي فيا، انا بجد غيرهم كلهم، احلف لك بان انت الوحيده اللي ماليه عيني، احلف لك بان انا ما بكلمش واحده غيرك، احلف لك. ما تحلفش يا موكوسه على عين امك ورينا بروف ات، جاست بروف ات، روح كلم اهلها. انت ما نحكي انا مرارتي بصوا ماشي. المهم قالت له طب انا حاكيه لمامتي، قال لها وماله طنط على عيننا وعلى راسنا، البنت المحترمه تعرف اهلها. اوكي. بعد كده ماما مش موافقه ان احنا ننزل مع بعض، مش مهم، بصي وانتي طالعه من الدرس انا هعدي عليكي ولا من شاف ولا من دري، مش لازم تحكي لماما. ماشي في عينك، ماشي انا عديها. بقول لك ايه، خدي ماما عايز اكلمك في التليفون. يديها مامته في التليفون. يا حبيبتي ده انا حميد عمره ما كلم على، يعني عمره ما كلمني على واحده، حميد عمره ما حب واحده، حماده ابنك محتاج يضرب بالشبشب يا طنط يا ام حماده. ماشي. امه كمان كانت معاه في الدور. قامت البنت خلاص الدنيا قدامها كلها وردي، فجاه وبدون اي سابق انذار ما بيردش عليها وعمل لها بلوك. قعدت تقول لاصحابها يا جماعه حد يوصلني بيه، يا جماعه مش عارف ايه، يا جماعه فين الولا اختفى. بعد بقى لفات كتيره كده عشان يدوروا عليه لقيته. يا حبيبي مالك يا بابا ما بتردش عليا ليه، انا وثقت فيك، ده انا حبيتك، ليه كده، ايه اللي حصل مني، طب لو انا غلطانه قول لي، طب لو انا زعلتك في حاجه والله ما هكررها بس فهمني. قام رد قال لها ايه، بصراحه انا حاسس ان احنا استعجلنا، اتسرعنا في الامور، انا حاسس ان انت عرفتي اهلك وانا عرفت اهلي بسرعه، انا حاسس ان احنا ما خدناش راحتنا في التعارف على بعض، انا نفسي اخرج معاكي واروح واجي معاكي وندخل سينما ونشبك الايادي ومش حاجات بقى من دي كتير. قلت له طب اوكي ده هيرضيك؟ قال لها اوكي. طب ما تقوليش بس لحد علشان خاطر ايه نعرف ناخد وندي، عشان اهالينا بيضغطوا علينا في موضوع الخطوبه ده. انا مامته هو بقى كل شويه تقول لي انت لازم تروح تخطب بنت الناس، انت كلمت بنت الناس لازم تخطبها، وانا بصراحه الضغوطات دي خلتني اكش ومش وفش من الموضوع، فاتقفلت. بعد بقى الحوار ده قال لها ايه، بعد ما خرجوا بقى كم مره مع بعض من ورا اهاليهم، قال لها لو انت بتحبيني بجد نفسي ابقى معاكي في مكان لوحدينا محدش يشوفنا فيه علشان نقدر ناخد راحتنا. حضرتك تاخد راحتك في ايه يا فندم؟ لا كلمني بصلي ما تدورش وشك، فهمني عايز تاخد راحتك في ايه؟ احنا معاك اتفضل، سامعينك كلنا. طبعا البنت رفضت وقامت كشه وجايبه ورا، فقعد يقول لها انت كده مش بتحبيني، اثبتي لي ان انت بتحبيني. قالت له لا ما اقدرش، متربيه يا بنت برافو عليكي بس هبله برضه. المهم قام بعد كده قال لها ايه، انا اسف احنا ما ننفعش لبعض، انا احس ان انا مش مؤهل دلوقتي ان انا افتح بيت، انا عندي ظروف نفسيه تمنعني من ان انا اخطبك، انا عندي تراست ايشيو، سوري هو اللي عنده تراست ايشيو مش هي، سوري مش هقدر اثق فيكي، مش هقدر احبك، مش عايزك تضحي وتتنازلي عن حاجات اكتر من كده عشان ترضيني،
انا حاسس انك تستاهلي واحد احسن مني. يعني بص منظرك بامان، لا والله مش بجاملك، ليه توصل مرحله لكده؟ المهم هي دلوقتي ندمانه وعايزه ترجعه وعايزاه هو كمان يحس بالندم. اعمل ايه؟ عملك اسود ومنيل ياما وكوسه. انت عارفه يمكن الرساله دي لو كانت جاتلي من كام شهر بس كنت ممكن ارد عليكي رد طويل واحط معاكي سيناريو نعمله خطه وبتاع، بس كل ما بكبر يوم بكتشف ان الحياه مش مستاهله مننا الطاقه اللي نبذلها على ناس هم اصلا مش عايزينها في حياتهم. يعني الناس دي اصلا هم متنازلين عننا، احنا ما عرفناش نوصل للناس دي ان احنا عارفين قيمه نفسنا، فبالتالي مش هيعرفوا قيمتنا. فاكبر انتقام منك ان انت تدوسي الزرار الديليت، ان انت تعرفي قيمه نفسك بجد. فما تسمحيش لنفسك تفكري في حد اصلا مش عايز يتباعك. ولما يجي الراجل يقولك اصل انا عندي ظروف، قولي له حبيبي باي باي، يا الف سلامه. حقيقي اكبر ندم للراجل انه يخسر حبك كانسانه مخلصه بتحبيه محترمه شريفه. لما يخسر انسانه زي دي اكبر ندم ليه. انت عايزه ندم ايه اكتر من كده؟ زياده على ده كله لو انت فاكره ان انت هترجعيه ليكي ندمان فهترفضيه، هقولك انت هبله. اللي زيك لو رجع ده ندمان هتقول له حبيبي لا اوعى تندم والله العظيم انا تحت امرك والله العظيم لا انا لسه بحب. مش هتعملي كده؟ طب عيني في عينك، لا ما تدوريش وشك، عيني في عينك هتعملي كده وانا عارفاكي وهجيبك هتعملي كده. مش انت بس، معظمنا كده عشان بس ما اكذبش. مش عارفه عندها امتحانات دلوقتي مش عارفه تمتحن وحياتها واقفه وبتعيط ومنهاره مش عايزه تاكل في حاجه بس انا كنت بعملها كده ايام امتحاناتي حابه افيدكم بيها. عندي مبدا هتنكد عليا هقفل تليفوني لحد ما اخلص امتحاناتي وابقى اشوف ايه اللي يرضينا بعد كده. مستقبلي خط احمر، شهادتي خط احمر، حياتي خط احمر. مش هسمح لك تاذيني في صحتي ومش هسمح لك تاذيني في دراستي. مهما كنا بنحب بعض انا بحب نفسي اكتر، انا بحب مستقبلي لان مستقبلي هو اللي هيحطني في مكانه الكل يحترمني ويضربني تعظيم سلام فيها. لكن انا افضل طول حياتي عامله اي حاجه حواليا حجه عشان ابقى شخص فاشل، مش عارفه ادي نفسي حقها، مش عارفه اذاكر، مش عارفه اكل، مش عارفه اخلي بالي من جمالي من انوثتي من ده كله مبررات للفشل محدش هيعذرك فيها. وانا بقولها لك في وشك عشان مش هتلاقي حد غيري يقولها لك في وشك.